في قراقيش جديدة، وزي ما اتعودنا بنكمل مع بعض قرقوشة قرقوشة عشان نكمل مجلتنا الفرفوشة. برافو عليكم. استنونا في أولى فقراتنا بس بعد البريك الصغنن قوي ده. اوعوا تروحوا في أي حتة، وكل سنة وانتوا طيبين. رمضان عاش من شافك، وحشنا بلحك وخشافك. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة فرفوشة، ومعانا صاحبة لينا. يلا بينا نتعرف عليها ونسألها تعرف ايه عن الفنان سمير غانم. اسمك ايه؟ أنا اسمي فرح خالد. تعرفي ايه بقى يا فرح عن الفنان سمير غانم؟ أنا أعرف اللي هو فنان مشهور، وابتدأ مع سلاسل أدواء المسرح، واللي هو اتجوز واحدة مشهورة جدا دلال عبد العزيز، وجاب منها 2، إيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم، وهو كان يعني عامل فوازير فطوطة. وهي احنا دلوقتي في رمضان بقى لازم نفتكر بقى الفوازير الحلوة دي. ايه رأيك بقى في فوازير فطوطة؟ هي حلوة جدا، وهي فعلا كانت ناجحة. مامي بقى بتجيبها لك دلوقتي عشان ده كان ايام مامي بتجيبها لك بقى تتفرج لك عليها، تتفرجها لك وكده. فعلا، وانا اصلا بحب فطوطة جدا ببدلته شفتي الشوز الكبيرة بتاعته؟ لونها اورنج، والبدلة الخضراء. وكان بيتكلم بطريقة مضحكة كده، طريقة بيبي كده، صح؟ نعم. اسمك ايه؟ زياد. زياد. ايه الشياكة دي؟ ايه السبايك الحلو ده؟ مين عاملهولك؟ مامي. مامي؟ اوكي يا زياد، احنا دلوقتي بقى بمناسبة رمضان، كل سنة وانت طيب. انت طيبة. لازم نفتكر الفنان سمير غانم. تعرف ايه بقى عن الفنان سمير غانم؟ ان هو كان فنان مشهور، وكمان كان كل برامجه ناجحة يعني، واكتر حاجة كان بتضحكني فيه صوته. صوته؟ وايه؟ وكان قد كده قصير قوي. ده فوازير فطوطة اتفرجت عليها، مامي جابتها لك؟ حلوة صح؟ كان لابس شوز كبيرة كده، صح؟ كانت اكبر منه خالص. مع انه هو اللي صغير وشوزه كبيرة. شفت؟ طب تعرف ايه كمان بقى عن الفنان سمير غانم؟ ان هو اللي عمل فطوطة، وكمان كان كل حاجته ناجحة يعني. وكمان بناته الاتنين دلوقتي ممثلين برضو كوميدي كده، صح؟ بتحبهم؟ تحب دنيا سمير غانم وامي سمير غانم؟ اسمك ايه؟ اسمي مايا. مايا، تعرفي ايه عن الفنان سمير غانم؟ ان هو فنان كوميدي، وكان بيعمل فوازير فطوطة. ايوه طبعا، احنا دلوقتي في رمضان لازم نفتكر بقى الفوازير الحلوة دي، صح؟ صح. اوكي، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. اوكي، تعرفي ايه بقى عن الفنان تاني سمير غانم؟ ان هو بيعمل حاجات حلوة، وهو كوميدي جدا ودمه خفيف، ومامي كانت على طول بتحكي لي عنه وهي صغيرة، كانت بتحكي لي وهي صغيرة كانت بتتفرج عنه كتير، وهي بتحكي لي عنه كتير قوي. اوكي. شفتيه في فطوطة؟ مامي جابتهولك اتفرجتي عليه؟ شفتي الشوز الكبيرة بقى بتاعته والبدلة الأكبر منه دي؟ الجرين. الجرين. اوكي. تعرفي ايه تاني عن سمير غانم؟ ان هو عمل مسرحية دور مي فاصوليا، عارفاها؟ والمتزوجون. ايوه، مسرحية المتزوجون. عجبتك؟ جدا. اوكي. وبناته كمان الاتنين دلوقتي بيمثلوا، ايه رأيك بقى في تمثيلهم؟ انا ما اعرفهمش، بس مامي حكت لي عنهم. تمثيلهم حلو جدا. اوكي، ميرسي. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقرة قرقوشة فرفوشة، نشوفكم في فقرة تانية. سمير غانم هو سمير يوسف غانم، ولد في محافظة أسيوط 15 نوفمبر 1937. حصل على بكالوريوس زراعة جامعة الإسكندرية. بدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع الفنان جورج سيدهم والفنان الضيف أحمد.
وقدم الثلاثة معا عدد من الأفلام والسكتشات مثل سكتش كوتوموتو، وعمل بالمسرح في كثير من المسرحيات من أشهرها مع جورج سيدهم وشيرين مسرحية المتزوجون. وقدم في الثمانينات سلسلة فوازير رمضان تحت اسم سمورة وفطوطة، وهو متزوج من الفنانة دلال عبد العزيز، وله ابنتان في الوسط الفني هما دنيا وإيمي. افهمني يا سمورة، انا بعمل المسرحية مش الفيلم. الفيلم حاجة والمسرحية حاجة. ما انت عارف ان انا بأخرج مسرح وسيمة وتلفزيون. والله انا بحاول يا فطوطة بيه، بقالي حوالي يومين 3 بحاول معاه. قال لي مش ممكن يا ابني، انا مش فاضي، انا مشغول لغاية الشتاء اللي جاي. اذا كان عايز فطوطة ده يستناني لغاية الشتاء اجي اعمل له المسرحية اللي عاوزها دي. والله يا سمورة انا لو لقيت حد غيره كنت قلت له، انما ده راجل استاذ كبير في الكوميديا وله تاريخ عظيم. طيب ما تلعب انت الدور يا استاذ فطوطة. يا راجل انت بتهزر. والله انا ممكن، بس انت عارف اني اعتزلت التمثيل من زمان، من اخر فيلم اخرجته ومثلت فيه فيلم الفك المفترس. ما هو انا اللي كنت عامل الفك. يا خرابي، شربت ميه لما فطست يا سمورة، وبعد كده قلت لا انا مخرج، خليني مخرج. طيب نجرب نسأل، اكلم الاستاذ فريد شوقي اذا كان فاضي يعني. اوعى يا سمورة تكلم فريد شوقي، ده راجل بيضرب وايده طرشة. اصلي عملت له فيلمين قبل كده وجاي تفرج عليهم. قلت له ايه رأيك يا فريد؟ قفل الباب وعينك ما تشوف الا النور. طب وانت سكت له يا فطوطة؟ اسكت له؟ اسكت له ازاي يا جدع؟ انت اتجننت؟ فطوطة السوبر يسكت؟ ده انا يا راجل والله يا سمورة سبته يضرب فيا اني اقول اي ابدا، لحد ما قلت له كفاية يا فريد، اصل دفعتي وصاحبي. قال لي خلاص يا فطوطة، كنتش تخرج تاني؟ قلت له خلاص، فأرجوك ما تقولوش ان انا لسه بأخرج. يا ربي على كذبك يا ربي. يلا يا سمورة قل لي اذا كانت ديكورات الفصل الاول جاهزة، نعمل بروفات الفصل الثاني علشان نصور الفصل الثالث. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة منقوشة، ومعانا انتي رانيا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ازيك يا انجي؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه يا انجي، شهر رمضان. حضرتك طيبة. رمضان كريم. الله اكبر. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل اسكندريه وكل مصر وكل الامه الاسلاميه بخير وسعاده ان شاء الله. النهارده في اولى حلقاتنا من رمضان طبعا لازم نعمل فانوس. اكيد. ايه رايك؟ احنا معانا فانوس كرتون صغير كده، نشوف احنا هنعمل زيه واحد تاني اكبر شويه ازاي. يلا بينا. يلا بينا. دي ورقه كانسون عادي موجوده في اي مكتبه، هنبتدي نسطرها كده بالطول. احنا هنسطرها علشان نعرف نقصقصها بالشكل ده، ايدينا ما تتعوجش مننا واحنا بنقصقص. اتفقنا؟ نسيب ما بين كل سطر وسطر حوالي سنتي او 2. المسافه اللي انت تحبيها، على حسب المسافه اللي انت تحبيها في شكل الفانوس بتاعك. نبتدي بس نسطرها كده بالطول
وهنسيب مسافه هنا في اول الورقه اللي معانا الكانسون، ومن هنا برضو العرض والطول. علشان نعرف نقفل بيها الفانوس في العرض وفي الطول. تمام. نبتدي بقى نسطرها كلها. عامله ايه في الصيام بقى يا انجي؟ الحمد لله بصوم. بجد برافو عليكي. جبتي فانوس بقى السنه دي؟ اه. احنا كمان هنعمل فانوس جميل النهارده اهو عشان كل اصحابنا. اول ما اروح بقى هعمله في اوضتي. برافو عليكي. ممكن كمان نديه هديه لاي حد. اتفقنا كده. سطرناها كده بالطول. هنبتدي نقصقصها عشان تبقى بالشكل ده، قص صغير كده معانا. نعمل لها خرم عشان نعرف ندخلها النص. برافو عليكي. نعمل لها فتحه صغيره كده ونقصقصها، بس مش للاخر بقى زي ما اتفقنا، هنسيب مسافه تحت. تعملي زينه في البلكونه عندك ولا لا يا انجي؟ عملتها بجد؟ برافو. لسه بنفكر بقى نعملها كمان ما بين الجيران وكده. برافو عليكي. تبقى الشوارع جميله قوي في رمضان. وكل ايام رمضان جميله، وكل سنه وانت طيبه مره كمان. طيب. يلا نكمل الفانوس بقى سوا. وري اصحابنا بس كده احنا بنقصقص اهو على الخط على الخط اللي احنا سطرناه اهو. عشان لو مامي او بابي مشغولين وما حدش نزل جاب الفانوس، احنا نعمل فانوس. احنا خلاص كبار بقى. اتفقنا؟ اتفقنا. حتى الصغيرين يعني ده سهل. سهل جدا. خلاص فاضل الواحده بس. حاضر. نوري بس اصحابنا الاول احنا ايه عملناه كده بالشكل ده. هنتنيه الاول كده من النص، نضغط بس عليه جامد باي مسطره. اعمل كده مكن كده. برافو كده. سهل كده معانا. تمام. نبتدي بقى نقفل الفانوس بتاعنا بمسدس الشمع هنا كده وهنا. ونكمل بقى نشوف هنزوقه ازاي. ايه رأيك؟ جميل خالص. ميرسي يا انجي. رمضان كريم. الله اكرم. نعمل بقى الحمالة عشان يتشال منها فانوسنا. احنا ممكن كمان نعلقه في البلكونة بتاعتنا. ايه رأيك؟ كل بنوتة كده جميلة تعمله هي بنفسها. ايه رأيك بقى؟ شكله حلو خالص. ميرسي يا انجي. تيجي بقى نزين الفانوس بتاعنا بقى يعني. ده معانا كده، ده فوم ستيكر عادي كده. هو في ستيكر بيلزق لوحده. مش متعب يعني، مش هيتعب مامي، مش هيتعب البنات الصغننين كمان. نبتدي بقى نزوق فانوسنا زي ما احنا حطوا على حابين بقى. كل واحدة من دول. اوكي صغيرين. حاضر. مفيش كتير بس فونتت. ممكن هنا كده كمان. ممكن كمان نعمله بالسترس على ممكن كمان لو في عندك ستريس. تمام يا انجي. تعالي كده نزوقه كله. اصلا كده نحط الاول جلو، نوري اصحابنا ازاي. في جلو كده كتير، بعدين نحط عليه بقى ستريس.
ده من غير جلو. نوري بس اصحابنا كده احنا بنزوقه ازاي، ونكمل هنا كده. ممكن بقى في الشرايط برضو معانا الوان تانية. بينك. يا انجي اشتغلي معايا شويه، يا انجي تعملي انت بالبينك. اتفضلي. نسينا بقى نحط الهلال الصغير بتاع رمضان. حطه هنا كده، ايه رايك؟ ممكن كمان يتمسك منه. وكل سنه وانت طيب. طبعا احنا ممكن كل واحد بقى يجمله زي ما هو عايز بالوان جليتر اكتر زي ما يحب يعني. نحط برضو الجليتر ده اكتر هنا. تمام. كل سنه وانت طيبه يا انشي. حضرتك طيب. كل سنه وكل اصحابي في قراقيش طيبين. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقرة قرقوشة منقوشة، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة موهوبة، ومعانا صاحب لينا، يلا بينا نتعرف عليه ونسأله ايه موهبته. اسمك ايه؟ شهاب. شهاب، ايه الشعر الحلو ده؟ انت ايه موهبتك بقى؟ دي بشرة خير. بتغني بشرة خير؟ كل مصر حافظة بشرة خير صح؟ صح. طيب يلا غني. دي بركة كعب هتعملها قصاد الدنيا، هتقولها وخد بقى عهدي تعدلها. جئت كتير خدت مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، دي تكتب بكرة بشروطك. دي بشرة خير ونجع ساجين اخوك البساجي وشاب اسكندر لما جي لمة رجال، وانا حاجة مع السهاجي والقنا والسينا والمحل مية مية والنوب الجمال. ما توصي شخص الدنيا هاصة كده كده، والاسماعيلوية كانت العيدة. كلمني عشرة نوايا بدأ نوايا بدأ أنا كبير نجع ساجين اخوك البساجي وشاب اسكندر لما جي لمة رجال. ميرسي يا شهاب، حلوة قوي. انت حافظها؟ مامي حفظتها لك ولا انت حافظها كده من كتر ما هي بتتقال؟ انا حافظها. انت حافظها؟ اوكي ميرسي يا شهاب. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة مرقوشة، والنهارده هنشوف فيديو عن فانوس رمضان. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة مقصوصة اللي بنعرف منها معلومات من جميع انحاء العالم. ومعلومتنا النهارده: هل تعلمين ان اول فيلم رسوم متحركة يرشح للفوز بجائزة اوسكار هو فيلم الجميلة والوحش، وذلك بعد عرضه لأول مرة في 13 نوفمبر عام 1991.
وتنتهي قصة الفيلم بزواج الأميرة بيلا من الوحش الذي تحول إلى طبيعته، أي إنه أصبح الأمير الإنسان الجميل. ودلوقتي يا أصحابي خلصت فقرة قرقوشة مقصوصة، نشوفكم في فقرة تانية. دلوقتي يا أصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة خصخوصة، وقصتنا النهاردة عن النمر المقنع. تدور أحداث المسلسل حول صحفي يصطنع الغباء والحماقة اسمه تامر. انتحل شخصية النمر المقنع الثاني بعد ما مات النمر المقنع الأول في حادث سير، عندما ضحى بنفسه وبحياته من أجل إنقاذ طفل صغير. تعهد هذا النمر المقنع الجديد بتخليص حلبة المصارعة من كل الشرور، حيث قابل مجموعة من المصارعين الشريرة التي تهدف إلى السيطرة على عالم المصارعة. وظل النمر المقنع يهزم الكثير من المصارعين الشرسة، وفي النهاية أفصح عن نفسه إنه انتحل شخصية النمر المقنع. وتنتهي السلسلة بزواج تامر النمر المقنع من زميلته في العمل ميادة، التي كانت تحبه على الرغم من أن الجميع يسخر منه، ولكن ازدادت حبا له بعد أن عرفت بأنه هو نفسه النمر المقنع. ودلوقتي يا أصحابي خلصت فقرة قرقوشة خصوصا، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا أصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة قرقوشة، ومعانا أنتي رانيا، ونشوف هنعمل إيه مع بعض. يلا بينا يا انجي نكمل برنامجنا ونشوف هنعمل ايه النهارده. أوكي. طبعا احنا في رمضان، واهم حاجه اهم طبق عندنا في رمضان سواء في الفطار او في السحور الفول. تمام. بس احنا النهارده هنعمل وجبه سحور. شوف بقى نساعد مامي ونعمل ايه، كلها حاجات سهله عشان ما تعبش مامي. مامي بقى تعبانه في تحضير الفطار ونايمه تعبانه، احنا لا خليكي بقى مامي احنا هنعمل السحور النهارده. عندنا فول، تمام، وزيت وملح وفلفل وكمون طبعا وفلفل الوان، وتكمله بقى السحور هنشوف معنا ايه، بس نبدا بالفول الاول. اوكي. الفول بس كده نهرسه كده شويه بالشوكه معايا. بقى نحط الملح بتاعنا. مفيش فول خالص من غير كمون، لازم نحط شويه كمون. اتفقنا. ونقلب بقى كده. تحبي الفول يا انجي؟ انا كمان بحبه قوي. انتي احنا صايمين بقى دلوقتي طبعا، انتي واقفه منهاره. كل سنه وانت طيبه وصوما مقبولا ان شاء الله يا انجي. ان شاء الله. تمام. احنا كده حطينا التوابل بتاعتنا. عايزين بقى ايه، انا بحب قوي احط على الفول فلفل الوان، انتي ايه رايك؟ ساعات مامي بتعملها لي. اوكي. شوف بقى هنعمل ازاي، نقطع بس الفلفل بتاعنا. بعدين احنا بنبقى صايمين طول اليوم، فبنحتاج كمان للسحور. الرسول عليه السلام اوصانا بالسحور، تسحروا فإن في السحور بركة. فلازم ايه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجبة السحور دي مش لازم نفوتها ابدا. ونحاول بقدر المستطاع يعني يكون فيها خضروات وحاجات مفيدة انها ايه تساعدنا نستحمل صيام طول اليوم. مسحراتي بيصحيني بجد. بينادي عليكي باسمك؟ زمان كانوا بينادوا علينا باسمنا. زمان كنا بنديله فلوس ويقعد يغني اغنيه باسمه. كل سنه وانت طيبه يا انجي. سهل الصيام بقى عشان نقول لاصحابنا بقى. جميل. برافو. وما ينفعش برضه نصوم ونفضل طول اليوم نايمين. طبعا لازم الصيام والصلاه والقران. تمام. نحط فلفل اخضر كمان. اوكي. لازم كمان في اول يوم رمضان نتصل بكل قرايبنا اللي نقدر نروح له، اللي نقدر نتصل بيه نقول له كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. الله اكرم. الله اكرم. برافو عليكي. ولو مامي بقى عامله عزومه على الفطار، وانت عارفه العزايم كتير في رمضان بقى، العزومات كتير، تقول لها مامي بقى خلاص انا هحضر انا السحور يا مامي. كفايه عليكي كده.
نبتدي بقى نفضي الفول بتاعنا هنا كده. ليه ما حطيناش ليمون يا انجي؟ ينفع فول من غير ليمون؟ ما ينفعش. تمام. تمام. طبعا اللي حابب يزود فلفل الوان اكتر بقى هو حر يعني. تمام. زي ما كل واحد بيحب طعمه. نفضي بقى الفول بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مامي دايما بتقولي كل ما تعملي حاجه لازم تقولي بسم الله الرحمن الرحيم. برافو عليكي. نحط بقى الزيت اهو. ممكن نجمل كمان طبق الفول بتاعنا يا انجي، ايه رايك؟ حط عليه فلفل الوان. تيجي نعمل له سمايل فيس. يلا نعمله. دي كده. ده الماوس والاصفر بقى بتاعه. عيون. حاضر. ايه رايك؟ نكمل بقى سوا السحور. ده كده طبق الفول معانا. وعشان احنا بنبقى صايمين طول اليوم وبنبقى عطشانين فالخيار جميل قوي عشان فيه ميه. فتيجي نقطع طرنشات خيار كده. اوكي. وريني كده يا انجي، انت لازم تساعديني بقى، ما ينفعش الكلام ده. بعرف اقطع. اتفضلي. بعمل السلطه لماما. اتفضلي وريني كده عشان اوري اصحابنا. ترانشات. بس ممكن نخليها ارفع شويه بعد اذنك. صغار. نو كده كده يا جوجو. تمام. نقسمها كده. انا بخاف من دي عشان ممكن اتعور. لا احنا ما نخافش بقى من حاجه، احنا خلاص كبار، احنا بنوري اصحابنا ازاي هنساعد مامي. دي كمان الناس تصغر. تمام. طب انا هديكي واحده تانية وتوري بقى اصحابنا انت هتشتغلي ازاي. اتفضلي. صغيرين. برافو. برافو يا انجي. ممكن بقى تساعديني تكملي الطبق بقى هنا كده بالخيار. اتفضلي. معانا كمان في وجبة السحور بتاعتنا معانا بيض مسلوق. تمام. البيض برضو بيشبع قوي قوي، فنقدر نستحمل طول اليوم. بتاع البيض كده نحط عليه ملح، شوية ملح صغننين، شوية كمون صغننين خالص برضو كده يا انجي. هم صغيرين. حاضر. بس كده. ومعانا زبادي. الزبادي كمان بيهضم الاكل وبيساعد ان احنا نتحمل العطش طول اليوم. ممكن نحط الزبادي في الخيار. ممكن تاكلي. برافو عليكي. تمام. والعيش طبعا عشان نكمل وجبه السحور بتاعتنا، ومش هقدر زي كل مره اقول لك دوقي يا انجي عشان رمضان كريم. وكل سنه وانتم طيبين. ودلوقتي يا صحابي خلصت فقرة قرقوشة قرقوشة، وبالهنا والشفا. للأسف يا صحابي خلصت قراقشنا. استنونا في قراقيش تانية، بس اللي عايز يتواصل معانا يشوف كارتون أو يسمع أغنية أو يحتفل بأجمل يوم في حياته، هو يوم عيد ميلاده، يبعت صورته واسمه على قناة اسكندرية برنامج قراقيش. على فكرة احنا اتبسطنا معاكم قوي، يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا معانا. باي باي.